قبل ما نبدأ فيلمنا النهاردة، خليني أسألك سؤال واحد بس. عمرك فكرت مين الناس اللي بتقعد بالساعات قدام الشاشات علشان تمنع عنك أبشع فيديوهات على الإنترنت؟ مين اللي بيشوف العنف، التعذيب، الموت علشان انت ما تشوفهمش؟ فيلمنا النهاردة بيكشف عالم مظلم جدا، عالم ناس بتدفع صحتها النفسية تمن علشان تحمي غيرها. وده فيلم نفسي تقيل، مزعج، ومرعب لأنه واقعي جدا. بيبدأ الفيلم ببنت اسمها ديزي. ديزي شغالة مشرفة محتوى على السوشيال ميديا في شركة كبيرة جدا. شغلها ببساطة إنها تقعد قدام الكمبيوتر حوالي 8 ساعات في اليوم وتراجع الفيديوهات اللي الناس بتعمل لها إبلاغ على إنها مزعجة أو غير مناسبة. الفيديوهات دي بتكون من كل حتة على الإنترنت، ومهمتها إنها تشوفها وتقرر يا إما تمسحها يا إما تسمح بوجودها. وده كله بيكون حسب شروط وسياسات الشركة، وهي من حقها تحجب أي فيديو تشوفه مخالف. المشكلة إن طبيعة الشغل نفسها مرهقة نفسيا جدا، لأن أغلب الفيديوهات اللي بتشوفها ديزي بتكون صعبة ومؤذية ومليانة عنف ومشاهد قاسية. ومع الوقت الشغل ده بيبدأ يأثر على صحتها النفسية بشكل واضح. وبيبان إن ديزي مش الوحيدة اللي بتعاني، لأن معظم زمايلها عندهم نفس المشكلة. واحد منهم اسمه بوب، وده تحديدا حالته سيئة جدا، لدرجة إنه أثناء الشغل بيفقد أعصابه فجأة ويفضل يصرخ بصوت عالي من غير ما يقدر يسيطر على نفسه. في يوم من الأيام ديزي تشوف فيديو لواحدة بترمي نفسها من فوق مبنى عالي، ومن غير تردد تقرر تمسح الفيديو. القرار ده ما يعجبش رئيسة الشركة، اللي بتواجهها وتقول لها إن الفيديو كان منشور على موقع إخباري، وإن مسحه ممكن يعرض الشركة لقضية لأنهم كده ضد حرية التعبير. ديزي ترد عليها وتقول إنها مش ضد حرية التعبير، لكنها ضد حرية الانتشار، بمعنى إنها بتمنع انتشار فيديو مرعب ومؤذي للناس. لكن رئيسة الشركة ترفض كلامها وتطلب منها تلتزم بالسياسات وإلا هتترفد. ننتقل بعد كده لحياة ديزي الشخصية. ديزي عايشة لوحدها وبعيدة عن أهلها، والمشاهد اللي بتشوفها في الشغل بتفضل مع الشاشة في دماغها ومش راضية تسيبها. بتحاول تتخلص من تأثيرها بأي طريقة، فبتحاول تشغل نفسها وتقضي وقت فراغها على تطبيقات المواعدة علشان تقنع نفسها إنها لسه قادرة تعيش حياة طبيعية بعيد عن شاشة الكمبيوتر، وبتدور على شاب مناسب تدخل معاه في علاقة. لكن للأسف ما بتلاقيش حد بالمواصفات اللي هي عايزاها. في يوم جارها يخبط عليها ويطلب منها تخلي بنته فايوليت عندها الليلة، لأن شغله اتغير وهيشتغل وردية ليل. ديزي توافق وتشوفها فرصة كويسة تغير نمط حياتها، لكنها تتفاجئ إن فايوليت بتتفرج على موقع مخصص للكبار، فبتمنعها فورا وتقترح يتفرجوا سوا على فيلم كرتون. الفكرة تعجب فايوليت وبيقعدوا يتفرجوا سوا ويستمتعوا. تاني يوم ديزي بتحكي لصاحبتها آفا إنها أدركت إنهم شغالين في أسوأ وظيفة في العالم، لكن في نفس الوقت الوظيفة دي بتحمي ناس كتير من إنهم يشوفوا فيديوهات مزعجة. وبعدها كل واحدة فيهم بترجع لشغلها، وأثناء الشغل ديزي تشوف فيديو بيلفت انتباهها بشكل مرعب. واحدة بيتم تعذيبها بمسامير في جسمها، والست بتفضل تصرخ من شدة الألم. الفيديو مزعج لدرجة إن ديزي ما بتستحملش وبتغمى عليها. بعد شوية تفوق وتلاقي نفسها في المستشفى، وبعد ما حالتها تتحسن تخرج، وآفة تنصحها تاخد أجازة ترتاح فيها شوية علشان تنسى الفيديو وتهدي أعصابها. ديزي تقتنع وتاخد أجازة، لكن وهي في البيت الكوابيس بتفضل تطاردها في النوم. وفي اليوم اللي بعده تتفاجئ برسالة من المستشفى بتكاليف العلاج.
وتكتشف إن المبلغ كبير جدًا. تتصل بالمستشفى وتتأكد إن الرسالة حقيقية، فتتصدم لإنها ما معهاش فلوس، وكمان شغلها ما بيوفرش تأمين صحي. علشان كده تقرر تلغي الأجازة وترجع الشغل علشان تقدر تسدد الفاتورة. في الشغل تحاول ديزي تبطل تفكير في الفيديو، لكن مش قادرة، لدرجة إنها تشرب ممنوعات أثناء الاستراحة على أمل تنسى، لكن ده ما بيحصلش. فتستجمع شجاعتها وتدخل مكتب رئيسة الشركة وتطلب منها يبلغوا الشرطة لأن الفيديو تعذيب وخطف. رئيسة الشركة ترفض وتقول إن ديزي منفعلة زيادة عن اللزوم، وإن الفيديو ممكن يكون مزيف أو تمثيل بالتراضي. ديزي تصر وتقول إن صريخ الست حقيقي، لكن الرفض يستمر. في نفس الوقت نشوف بوب عند المعالج النفسي للشركة اللي بيطلب منه يبطل الصراخ أثناء الشغل. بوب يحس بالإهانة ويبدأ يشرح له اللي بيشوفه كل يوم، لكن المعالج ما يقتنعش ويقول له إن دي طبيعة الشغل. نرجع لديزي اللي تحس إنها مش قادرة تسكت، فتروح مراكز الشرطة وتبلغ عن الفيديو. الشرطي ما يهتمش ويقول إن القضية مش من اختصاصه وممكن الفيديو يكون تمثيل. ديزي تمشي وهي متعصبة جدا، تحاول تنسى وتخرج مع أفا يشربوا في حانة، لكن لما ترجع البيت الكوابيس ترجع تاني. فتقرر تدور ورا الفيديو بنفسها، تلاقيه على مواقع تانية، تنسخ الرابط وتنشره في منتدى علشان أي حد يساعدها يحدد مكان الشخص اللي ظهر فيه. تاني يوم في الشغل زميلها بول يتوتر بسبب فيديو بشع وديزي تهديه. بالليل تلاقي تعليق على المنتدى بيقول إن شخص قدر يحدد مكان ناشر الفيديو. رغم إن المسافة بعيدة، تسافر 4 ساعات بالعربية، تراقب الراجل، تمشي وراه للسينما وتقعد وراه، تشوفه بيتفرج على فيلم مليان مشاهد تعذيب، فتقتنع إنه مريض نفسي. تواجهه لكنه ينكر ويتهمها بالمرض. بعد ما ترجع البيت تكتشف إن الشخص اللي رد عليها كان بيضحك عليها. تطلب مساعدة بول في اختراق البيانات، لكنه يرفض خوفاً عليها. تقرر تراسل شركة الإنتاج نفسها وتعرض نفسها كممثلة. في نفس الوقت رئيسة الشركة تنظم حفلة للموظفين. في الحفلة ديزي تفقد أعصابها، وبعد ما تفضل لوحدها مع النادل تضربه بعنف شديد وهي شايفة في خيالها الشخص اللي في الفيديو. بعدها يظهر فيديو ليها وهي بتضرب النادل. بوب يمسحه ويقول لها إن الناس متعاطفة معاها، لكنها تعترف إنها فقدت السيطرة. ديزي تستقيل من الشغل وتشتغل وردية ليل في مطعم، وبالنهار تذاكر تمريض. تنجح وتروح مقابلة شغل في مستشفى، وأثناء المقابلة تقول إن أهم حاجة اتعلمتها إن أحياناً علشان توقف حاجة وحشة لازم تعمل حاجة وحشة. وفي اللحظة دي يظهر الشخص اللي بيعمل معاها المقابلة، نفس الشخص اللي كان في الفيديو. وهنا الفيلم بيخلص. الفيلم بينتهي وإحنا فاهمين إن أسوأ الوحوش مش على الإنترنت. الوحش الحقيقي هو اللي بيتفرج ويسكت. ولحد هنا بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.